أهلا وسهلا بكم في قناة مواعيد ورياضة. من المقرر أن تجرى المباراة يوم السبت الموافق للعاشر فبراير 2024، وستلعب المباراة على ملعب ستاد لوسيل بقطر، وستذاع مباراة المنتخب الأردني في نهائي كأس آسيا 2023 على قناة بي إن سبور آسيا 1 وعلى قناة أبو ظبي الرياضية الآسيوية وقناة SSC 1 HD السعودية عن طريق صافرة الحكم المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، الساعة 5 بتوقيت مصر، الساعة 6 بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، الساعة 7 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. أتمنى أن نكون يعني في الموعد وأن نقدم مستوى يعني يليق أول حاجة يعني بالمنتخب ديالنا، ونؤكد يعني المستوى اللي قدمناه منذ يعني الدخول في هذه المسابقة، وفي نفس الوقت أن نستمتع يعني بالحضور للمقابلة النهائية، لأنه المقابلة مهمة جدا، واللقب كان ممكن أن يكون يعني أول لقب يعني في تاريخ الكرة الأردنية، وبالتالي يعني بدون ضغط يعني وبدون يعني مسؤولية أكبر. يجب على اللاعبين وعلى المجموعة كلها أن تستمتع وأن تقدم يعني مستوى جيد إن شاء الله. Thank you, coach. And the same question to the player. If you tell us your preparation for the final. يا محمد حسيبة من قناة المملكة الأردن. كابتن حسين، بالتأكيد مباراة الغد أو ما وصل إليه المنتخب سينقل الكرة الأردنية إلى مكان آخر بعد هذه البطولة بما يخص نتائج المنتخب والتي حدثت خلالها. سؤالي أنه غدا نهائي عربي بامتياز، المنافس يختلف عن باقي المنافسين كونه صاحب الأرض والجمهور، وأيضا هو حامل اللقب، فبالتأكيد هناك ميزات أخرى لهذا المنافس نريد أن نسمعها منك. وأيضا صفوف النشامة هل هي مكتملة يوم غد؟ هل يوجد غيابات في منتخبنا الوطني؟ وأخيرا كابتن عشان بس أعطيك السؤال كامل، هل يعتقد الحسين عموتة أنه حقق التحدي الشخصي له في هذه البطولة؟ وسؤالي للكابتن سالم العجلين، كيف ينظر اللاعبين إلى هذا النهائي التاريخي للكرة الأردنية وإرسال هذه الكأس إلى العاصمة عمان؟ وما هي الأجواء بين اللاعبين داخل المعسكر، وخصوصا أننا سمعنا أن عائلاتكم متواجدون هنا معكم في النهائي لمساندتكم في هذه المباراة؟ هو طبعا أنا راضي على المستوى الذي يعني حققناه، وطبعا هذا كان تحدي شخصي أول حاجة، لأنه دائما أينما تواجدت إلا وأن أبحث على الألقاب. الحمد لله أنه في أكثر يعني من محطة حققت يعني بعض البطولات اللي هي مهمة بالنسبة لي، وربما تعزز يعني العمل الذي نقوم به. إن شاء الله اليوم الغد يعني تقريبا التشكيل سيكون يعني مكتمل الحمد لله. يعني الإصابات اللي هي بسيطة عادية جدا بالنسبة لي يعني اللاعبين، والكل سيكون إن شاء الله حاضر. يعني الخيارات ستكون يعني متاحة في المقابلة كلها. يعني بالنسبة للفريق الخصم المنتخب القطري منتخب يعني صاحب اللقب، صاحب الأرض والجمهور طبعا، ومنتخب اللي هو عنيد. يعني ليس بالسهل أن تحقق يعني النسخة الماضية بامتياز، وأنا كنت من الناس اللي تابعوا المقابلات كل هذا المنتخب القطري، كنت آنذاك متواجد يعني بالمغرب، حتى أنه المقابلة النهائية كانت يعني صراحة مقابلة يعني بطولة للمنتخب. وطبعا هذا العمل الذي يقوم به الاتحاد يعني القطري استثمار فكري تقني استثمار مالي، يعني واحد الدعم مالي جدا مهم وإمكانيات اللي هي جيدة، وبالتالي من الصعب أنك تجد منتخب يفوز باللقب وفي النسخة الموالية يتواجد للدفاع عن اللقب يعني في المقابلة النهائية، وهذا شيء جيد. طبعا إضافة يمكن أن أظن، وهذه يمكن أن نضيفها من عندي، وأنه يجب أن نشكر يعني الاتحاد القطري، لأنه صراحة ساعدنا للتحضير لهذه يعني المسابقة. طبعا يمكن بالتدخلات ديالي يعني الشخصية فقدرنا أننا نحصلوا على المقابلة الودية. يعني كانت من الصعوبة يعني أنك تلقى مقابلة يعني ودية أنك تلعب فيها في مستوى اللي هو جيد. وطبعا تلقينا الدعوة الرسمية يعني من المنتخب، ويعني حتى أنهم تكلفوا يعني بجميع يعني
الإقامة يعني والتنقل والمقابلة يعني كلها. وبالتالي أنا سنود أنني نشكر يعني الاتحاد القطري بالخصوص لأنه ساعدنا يعني في التحضير بالشكل يعني الجيد، إضافة إلى أنه المنتخب القطري يعني تواجد فيه مجموعة من اللاعبين اللي تدربوا يعني تحت تحت الحضور ديالي مع نادي السد، وبالتالي أنا أعتبرهم إخواني الصغار. وبالتالي أنا تنظن مقابلة الغد ستكون مقابلة عائلية، وأتمنى أن ترتقي لمستوى يعني نهائي أول حاجة عربي وأسيوي. هل تتفق كابتن عموتة مع الرأي أن اللي يقول أن المنتخب الأردني هو الأقل ضغطا في هذه المباراة النهائية؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني لك وللكابتن سالم، ال 24 ساعة فرق الراحة هل سوف تكون عامل إيجابي وأدفانتج في المباراة النهائية ضد المنتخب القطري؟ شكرا. شكرا لك على المشاعر الطيبة يا سيدي العزيز. طبعا هو هذه مقابلة نهائية، وأنا أظن أنه الكل يعني سيحضر بالشكل المطلوب، خاصة يعني هذا التحكم أول حاجة في الضغط اللي كتخلقوا يعني الأهمية المقابلة. تنظن أنه من الجانب القطري أظن أنه التقنيين سيقفون على هذه النقطة كما نحن نقف على هذه النقطة، على أساس أننا نلعب يعني بدون مركب نقص بدون ضغط يعني إضافي. وبالتالي كان الخطاب ديالنا أمس هو أن نتجنب صراحة يعني التواصل مع المحيط الخارجي، لأنه لا يمكن إلا أن يضيف يعني في هذه المرحلة بالضبط إلا الضغط. وبالتالي نحن نحضر بشكل عادي جدا، لأنه أصلا المقابلة فهي مقابلة ضغط. طبعا الفرق ديال 24 ساعة تنظن أنه الإمكانيات اليوم اللي كتحضرها أو اللي موجودة اليوم يعني في أرض يعني دولة قطر الشقيقة والحبيبة، تنظن أنه الإمكانيات والاستثمارات اللي تعملات فإحنا نكون كلكم عارفينها وتتشوفوها، على أنه هناك إمكانيات جيدة في الملاعب ديال التدريب، في المراكز ديال الاستشفاء ديال يعني استرجاع الثروة البديلية. تنظن هذه الأمور هذه كلها إضافة إلى يعني التقنيات العلميه اللي اصبحت الان موجوده. تنظن انه تقريبا في الظرف ديال 48 ساعه اللاعب المفروض اذا كان محترف وملتزم وعمل يعني الامور كلها يعني بالشكل المطلوب، تنظن انه سيسترجع اللياقه البدنيه. تنظن انه ستكون مقابله اكثر شيء تكون تكتيكيه، والضغط موجود يعني في الجانبين، الكل يريد ان يفوز يعني بهذه المقابله. للاسف يعني مع الاسف لما الفريق تينهزم يعني يمكن اول مسؤول دائما تيكون هو المدرب، لو الخطط التكتيكيه مش صحيحه، لو التغييرات، لو السيستم مش هو هذا. ولما الفريق تيفوز تنقولوا لا الروح القتاليه هي اللي فوزت الفريق. يعني مع الاسف انا اظن صديقي العزيز هو انه يمكن الجواب تلقى عند ذوك النقاد اللي تيقولوا لا الروح القتاليه هي الاساس ديال الفوز، هما اللي غادي يجاوبوا على هذا يعني على السؤال. طبعا نحن نحضر داخل المجموعة على جميع الجوانب، هناك جوانب ذهنية، جوانب فنية، بدنية وتكتيكية. أتمنى أن نكون يعني في الموعد وأن نحقق يعني المطلوب، يعني بغض النظر على يعني كلام النقاد الذي في 99 يعني في المئة من الأوقات فأنا لا أستمع له، لأنه في غالب الأوقات لا أجد يعني أشياء يعني مفيدة بالنسبة لي يعني كمدرب. وبالتالي فأنا أؤمن بالعمل اللي تنقوم به مع المجموعة، وأؤمن يعني بالأهمية ديال التأثير ديالي على المجموعة حتى نكون يعني في المستوى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.